أخي المستمع الكريم، هذه المرثية من الأخ صقر يحيى حسن أبو علي، رثاء بعد وفاة زميله وصديق دربه الأخ عبد الحكيم حسن الجبلي، الذي وافته المنية في بلاد الغربة المملكة العربية السعودية يوم الجمعة بتاريخ 27/12/2024، يعزي بها نفسه وأولاد الفقيد الأستاذ حسن الجبلي وأم الفقيد وأعمام الفقيد وأخوانه وكافة آل الجبلي وكافة قبيلة المسواح. أدى ربيع غلاب، تسجيلات استديو فرتاش. صقر يحيى قال ربي هون اوجاعي علي، لان قلبي ما تحمل ان يموت خيرة صحابه. صاحبي عبد الحكيم مات كان موته فاجع لي، لان موته لا وربي ما حسبنا شي حسابه. في السعودية توفى ينسرح يشقى يقرب، قهر قلبي صار صاحب محتمل ساعة غيابه. صاب عقل الناس حادث موته وانهى حياته، والنفس ما عاد تنفس بالعمر وفى نصابه. يا زمان وين زميلي ليش جليت علي، جيت له بالموت وعد شاب في خيرات شبابه. صاحبي يا قهر قلبي فلت الدنيا ورحله، سرو قلبي بعد موته للقفا مفتوح بابه. أذكر أيام الدراسة يوم سرنا يوم جينا، والدموع لقد ذكرته قيث ينزل من سحابه. راح عنا شخص نشمي جد بالصاحب مواقف، كف ولا فوق الكفاءة بالوفا فتح كتابه. طول عمره ما جرى حد أو على طيرة تكبر، كان متواضع مخلق في الشرف كان انتسابه. عادنا ما طبت لليوم من حين ما هو توفى، الله الله كم قثابي والقدر بالقهر جاني. الناس من بعد حزينه والقذى في كل واحد، الوجع بابوه وامه ما فرقهم شي ثواني. يوم عبد الحكيم وابوه اصبروا والصبر نعمه، من صبر ربي يعينه كل من في الأرض فاني. عظم الله أجرنا الكل في الفقيد ذي صار عنا، ذي تركنا بعد موته بالقفا وصل نعاني.
أسألك يا الله ترحم توب عنا واعف عنا وارزقه يا رب جنة بحرمة السبع المثاني. والصلاة تغشى نبينا في ختام القول صلوا ألف صلى الله وسلم دائما طول الزمان.